السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا نورا حسن. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل اشعار باي فيديو جديد بينزل عندي، وما تنسيش تعملي شير للفيديو. النهارده هنعمل وصفة مع بعض حلوة قوي، كيكة الكريم كراميل بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت. مش هنشتري حاجة يعني غير الكريم كراميل بس. هنحتاج كوباية من اللبن ونص كوباية من السكر، وهنستخدم الكيس البودر اللي بيبقى في العلبة، والصوص اللي هو الكراميل اللي بيبقى في الكيس التاني دوت هنزين بيه الوش بس. في الخلاط عندي هحط نص كوباية السكر وكوباية اللبن، وهضربهم كده مع بعض كويس هما والكيس الكريم كراميل البودرة لحد ما اتأكد ان السكر داب كويس معايا. وبعد كده هنزل بكوباية من الزيت او كوباية الا ربع على حسب ما هياخد معاكي يعني، لحد ما تحسي ان القوام بقى تقل كده شوية. تمام. هننزل كده من فتحة الخلاط بخط رفيع كده من الزيت لحد ما يبدأ القوام يتقل معايا. كل اللي انا احتاجته كانت كوباية زيت، وبقى القوام بالشكل اللي انتي شايفاه في الفيديو ده. هناخد بقى من الصوص اللي احنا عملناه دوت كوباية الا ربع في المج العادي علشان ونشيله في التلاجة، عشان دوت اللي هنزين بيه وش الكيكة بتاعتنا. فهناخد منه كوباية الا ربع كده بس. بس كده خلاص، يا دوب هي كوباية الا ربع هي اللي هتزين لك الوش بتاع الكيكة. هحطها بقى كده في التلاجة، وبعد كده هنبدأ نكمل بقى بقية مقادير الكيكة معانا. كمية الصوص اللي اتبقت هنحط عليها المقادير بتاعة الكيكة. هنضرب الأول في الخلاط كده مع بعض. هحط بيضاية واحدة، وهحط عليها كيس من الفانيليا. انا مش حابة اعمل الكيكة تبقى سميكة ومرتفعة. انتي لو حابة انتي تعملي الكيكة بتاعتك تبقى سميكة ومرتفعة، يبقى زودي عدد البيض، وهتزودي شوية لبن، وطبعا هيبقى دقيق. لكن انا استخدمت بضاية واحدة وكوباية دقيق واحدة بس. حطيت كيس من الفانيليا، وهبدأ ان انا اضرب البيض مع الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. هنضربه كده دقيقة، وبعد كده هنزل بيه في بولة عندي هنا كده علشان ابدأ ان انا احط الدقيق، وابدأ ان انا اقلب الخليط بتاعي. انا هنا كنت حاطة في الطبق دوت كوباية ونص من الدقيق بالكوباية المعيارية، ولكن اللي انا استخدمته بس كان كوباية من الدقيق كده. بدأت ان انا انزل بالدقيق تدريجيا واقلب. عادل بقى كان بيساعدني. هنا حسيت القوام تقيل شوية، فحطيت حوالي 3 معالق كبار من اللبن، وهنقلب كده كويس. احنا كده استخدمنا كوباية من الدقيق بالظبط. عشان كده بقولك لو انتي حابة الكيكة بتاعتك تبقى سميكة استخدمي بيضتين، واستخدمي الكوباية ونص دقيق، وتقدري ان انتي تزودي برضو طبعا شوية لبن، حوالي نص كوباية لبن، او انزلي بيها برضو تدريجي لحد ما تلاقي القوام معاكي بقى مظبوط زي ما هتشوفي كده. انا هنا حطيت كيس بيكنج باودر، وبس كده. ده القوام المطلوب للكيكة بتاعتنا، زي اي كيكة، زي اي قوام كيكة يعني احنا متعودين عليه. تمام. جبت بقى هنا كده صينية مقاس 20، وبدأت ان انا بطنتها كده بشوية من الدقيق. تمام. ندهن القالب زبدة او شوية نقطة زيت، وبعد كده نعمله كده بالدقيق، نبطنه بالدقيق زي ما انتوا شايفين عشان الكيكة بتاعتنا تبقى ما تلزقش. نزلت هنا كده بالخليط بتاعنا. طبعا الفرن بتاعنا سخن مسبقا على درجة حرارة 180.
هحط الصينية في الرف اللي في النص، مش هتاخد يعني حوالي 25 دقيقة او نص ساعة. طبعا التسوية بتختلف من فرن للتاني. المهم ان انتي هتلاقي يعني اول ما تشمي ريحتها كده افتحي عليها الفرن وشوفيها. ده كده السمك اللي انا كنت عايزاه، عشان قلتلكوا انا مكنتش عايزاها عالية، كنت عايزاها حاجة بسيطة كده. كمان لو عندك الصينية بتاعة التارت هتبقى حلوة قوي يعني في الوصفة بتاعتنا دي، تقدري انتي تعمليها فيها، هتخلي الكيكة يعني بشكل كده والصوص يبقى في النص يعني في الحتة الغويطة بتاعة الكيكة. انا هنا كده حطيت الصوص بقى اللي كنا عاملينه، صوص كريمة الكراميل اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة. طبعا بعد ما الكيكة بردت نزلت بقى بالصوص دوت كده، وهبدأ ان انا اوزعه على الكيكة من فوق. بس كده انا نزلت الصوص كله على الكيكة اهو، وزعته كويس. بعد كده هجيب بقى الكيس اللي بيبقى مع كريمة الكراميل اللي هو الصوص الكراميل. هنبدأ كده نعمل بيه خطوط بالطول او بالعرض، يعني اي حاجة، المهم انك تعملي خطوط كده بالشكل ده. بعد بقى ما خلصنا كده الخطوط كلها زي ما انتوا شايفين، هنجيب بقى كده خلة او العصاية بتاعة الشيش طاووق دي، وهنبدأ ان احنا نعمل بقى بيها كده خطوط عكس الخطوط اللي احنا عملناها. يعني احنا عاملين الخطوط دي مثلا بالعرض، هنبدأ بقى ان احنا نعمل كده خطوط بالطول زي ما انتوا شايفين كده، وبين كل خط والتاني كده هنسيب سنتي. انا ماشية كده دلوقتي في اتجاه واحد بالشكل ده. عايزة تسيبيها بالشكل ده كده مفيش مشكلة، بس الأحسن بقى انت تيجي في النص كده الجزء اللي انت سبتيه فاضي بين كل خط وتاني، وتمشي بقى فيه كده بالعكس. هو الفيديو شارح نفسه يعني، هيديكي بقى الشكل الجميل ده. مفيش أسهل من كده ولا أحلى من كده، تزيين بسيط وجميل يعني، شكله تحفة بصراحة. الكيكة بتتكلم عن نفسها. ايه رأيكم بقى؟ مكلفتناش حاجة خالص، يا دوب كل المقادير كانت متوفرة في البيت عندي، مفيش الا الكيس الكريم كراميل اللي احنا اشتريناه مع بعض. ف يعني المقادير بسيطة برضو بتاعة البيت، مش مكلفة، فتقدري انت تعمليها لأولادك بكل سهولة وانا متأكدة ان هي هتعجبهم جدا. هنبدأ بقى كده نقطعها ونقدمها مع بعض عشان اوريكم شكلها. هيبقى ايه رأيكم بقى في الشكل الجميل ده؟ بصوا الكيكة هشة وطعمها حلو جدا، والصوص برضو اللي احنا عملناه مع بعض حلو قوي، والصوص الكراميل مديله طعم حلو، يعني السكر فيها مظبوط بالظبط. ها دوق بقى كده يا عادل وقولي ايه رأيك. حلوة جامدة قوي يا ماما، تسلم ايدك. بألف هنا يا قلبي. بس كده يا جماعة، ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم فيديو ده على خير ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل اشعار باي فيديو جديد بيوصل عندي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا احلى كومنت انا وماما. باي باي، انا بحبكم قوي.